امي قالت لي السمك اوعي تشويه ولا في الزيت تقليه ولا في صينيه تعمليه. قلت لها هو في حل بعد كده؟ قالت لي ايوه بالطريقه دي وحضريه. انا عارفه ان انتوا كلكم ستات بيوت شاطره وكمان اشطر مني، بس الطريقه دي انت ما شفتهاش قبل كده ولا حتى جربتيها، لان انا جايباها من قلب اكبر مطعم سمك بيبيع الكيلو فيه ب 175 جنيه. طب وعلى ايه؟ ما يلا بينا نحضرها في 5 دقايق بس. واتمنى لو عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك. اول حاجه انا جبت السمك فتحت البطن وكمان شلت الخياشين كده وتحت ميه جاريه ونوي غسلته كويس قوي بالشكل ده. انا هنا جايبه كيلو وربع، كانوا 5 سمكات. وعلى فكره انت ممكن تستخدمي اي حجم للسمك. جبت الليمون زي ما انتم شايفين وعصرت الليمون فيه بالشكل ده كده علشان اشيل اي زفاره. معايا 3 اعواد من البصل الاخضر، ولو مش عندك بصل اخضر استخدمي البصل العادي بتاعنا. وبعد كده معايا هنا فلفل حامي وكمان فلفل اخضر عادي، قطعته كله مكعبات زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. بعد ما هقطع الفلفل هجيب جزرايه واحده وهبدا ان انا ابشرها بشر ناعم وهسيبها مع باقي الخضار بتاعنا. كمان معايا 3 حبات من الطماطم، قطعت الطماطم صغيره جدا، يعني كل الخضار اللي معايا كنت بقطعه صغير وهقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده معايا هنا حزمة من الكزبرة، شلت طبعا الاعواد وبدات ان انا اقطعها ناعم. وحزمة الكزبرة دي انا هقسمها لنصين، نص هسيبه على جنب والنص التاني كده هاخده واضيف عليه معلقتين كبار من الثوم المفروم وكمان 3 معالق من الزيت وكمان عصير 3 ليمونات. يعني ممكن نزود في الليمون كمان لو انتوا حابين. معلقتين 2 من الملح ومعلقه من الكمون، معلقه من الكزبره وكمان معلقه من هريسه الشطه. وبعدين فرمت كل الحاجات دي بايدي كده عشان اقلب كله مع بعضه. اخدت السمك وبدات ان انا احشي القلب. وممكن تسيبي السمك بتاعك حوالي دقيقتين كده يشرب من التتبيله دي بالرده كده اللي هي نخاله الغله، ودي بتيجي من عند اي عطار. وبدات ان انا يعني بصوا يا دوب كده بعمل كده بغلف السمكه بس، يعني مش بزود الكميه. وفي الصينيه على طول بدون ما ادهن الصينيه بتاعتي دي اي حاجه خالص. وتحت الشوايه، شوايه الفرن اللي هو بتاع البوتاجاز العادي، وممكن لو عندك فرن كهرباء. اول ما بياخد معاكي لون بتبداي ان انت تقلبيه السمك، ولا لزق ولا جراله اي حاجه، تماما تمام كده. ببدأ بقى ان انا كمان ارش عليه شويه كده من الملح زي ما انتم شايفين عشان يشرب شويه كده من الملح عشان يبقى معايا ملحه مظبوط. وقلبته كمان تقليبه واحده. واول ما خرج معايا من الفرن بدأت ان انا باقي التتبيله اللي انا كنت حاشه بيه القلب بغطي بيها، واغطي كمان بورق سلوفان وطعمه حكايه. يلا نعمل اجمل طبق سلطه، عباره عن خيار مبشور وكمان جزر مبشور وكمان كده عودين من البصل الاخضر الجميل وحبيتين 2 من الطماطم قطعتهم على ايدي وكمان باقي التتبيله. بدات ان انا يعني اكمل بيها كده، واحلى واجمل طبق سلطه. وادي السمك بتاعنا، ياه على ريحته الجميله. وطبق رز كده ابيض. هي ديت الوجبات اللي بتتقدم في افخم المطاعم. الوجبه الواحده بتعدي 60 و70 جنيه وبسمكه واحده. انا عاوزاكم تجربوها في البيت، ولادك هيعشقوا السمك بالطريقه دي وبدون دخان تماما.